أهلا بيكم. تخيل معايا إن في ألوف من الناس ممكن تستنى بوست من حساب على فيسبوك، مش عشان الشخص ده مشهور ومش عشان عندهم صورته أو حتى يعرفوا اسمه الحقيقي. لا، هم حتى مش عارفين شكل وشه، بس بيثقوا في كلامه وبيصدقوا تحليلاته وبيستنوا رأيه. والسؤال اللي بيحير علماء النفس: ليه الإنسان بيثق في صوت بلا وجه؟ وليه الغموض أحيانا بيكون أقوى من الشهرة؟ تعالوا بينا نعرف. أنا إسماعيل أحمد، ودي قناة الجانب الرمادي. يلا بينا نبدأ. علم النفس الاجتماعي فيه حاجة اسمها سلطة الغياب. كل ما تختفي أكتر كل ما تكبر أكتر، كل ما تخبي وشك كل ما الناس تملى الفراغ بخيالها عنك. النهاردة تعالى نكتشف السر ده ونشرح السلطة اللي بتتولد من الظل مش من الضوء. بس في البداية ما تنساش لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. في عالم السوشيال ميديا كل الناس بتجري ورا حاجة واحدة بس، هي الظهور. الصورة الأحسن، اللايكات الأكتر، الفولورز الأكتر. كلنا عايزين نبقى مرئيين. لكن في ناس قليلة جدا اكتشفوا سر خطير: إن أحيانا الاختفاء بيبقى أقوى من الظهور، وإن القناع أحيانا بيديك سلطة أكبر من وشك الحقيقي. ده مش كلام نظري، ده واقع بيحصل كل يوم قدامنا. لأن دي مش صدفة، دي استراتيجية نفسية عبقرية، وعشان نفهمها لازم نفهم الأدوات. الشهرة اللي من خلف الستار بتعتمد على 3 أدوات نفسية. أول حاجة الإسقاط النفسي الجماعي. يعني تخيل شاشة سينما بيضة فاضية، كل واحد من الجمهور بيشوف عليها الفيلم اللي في خياله. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع الهوية المجهولة. لما الشخص يكون مجهول عقلك بيبدأ يملى الفراغات. يعني بيقول مثلا أكيد ده شخص مهم، لأنه لو كان شخص عادي ما كانش اختفى. أكيد عنده حاجة مميزة عشان كده مش عايز حد يعرفه. كل متابع بيسقط عليه الصورة المثالية اللي في دماغه، وبكده الشخص المجهول بيتحول من إنسان عادي لأسطورة جماعية. فالناس مش بتتابع الحقيقة، بتتابع الخيال اللي صنعوه. الأداة التانية الحصانة من الحكم الاجتماعي. فكر معايا كده، إيه اللي بيخليك تحكم على شخص؟ ممكن شكله أو لبسه أو طريقة كلامه أو طبقته الاجتماعية أو حتى ماضيه. كل ده بيختفي لما يكون الشخص مجهول. مفيش صورة تحكم عليها، مفيش اسم تدور عليه، مفيش ماضي تحاسبه عليه. المحتوى بس هو اللي بيتكلم، والفكرة هنا هي اللي بتتقيم. وده بيدي الشخص المجهول حرية رهيبة. يقدر يقول أي حاجة من غير ما حد يقول له أنت مين عشان تقول كده. يقدر ينتقد من غير ما حد يرجع لماضيه ويقول له أنت كنت بتعمل كذا أو كذا. يقدر يغلط ويصحح من غير ما الناس تقول له شكلك مش فاهم. يعني الغموض هنا بيبقى درع واقي ضد كل أشكال الحكم الاجتماعي. والأداة الثالثة هي اقتصاد الانتباه المعكوس. النهاردة في 2026 الكل عايز انتباه، الكل عايز يظهر. ملايين البشر بيتنافسوا على حاجة واحدة بس، إنهم يتشافوا. لكن لما السوق يبقى مليان بحاجة واحدة فقيمتها بتقل. يعني الشهرة بقت رخيصة، الظهور بقى عادي. فجأة الاختفاء بقى هو النادر، والغموض بقى هو الشيء الثمين. وزي ما بيقولوا في الاقتصاد، الندرة بتخلق القيمة. كل ما حاجة تبقى أقل كل ما الناس تدفع أكتر عشان توصل لها. عشان كده لما تلاقي شخص بيقدم محتوى وهو غامض، فهو كده بيقدم لغز. وكل متابع عايز يحل اللغز وعايز يعرف مين ده. الفضول بيخلق ارتباط أقوى من الإعجاب، والسر بيولد ولاء أكبر من الشهرة. لكن الأدوات دي لوحدها مش كفاية، في 4 تأثيرات نفسية بتشتغل في اللاوعي بتخلي السلطة دي تكبر. أولا، تأثير الهالة. لما تشوف حد منضبط في حاجة بتفترض إنه منضبط في كل حاجة. يعني لما تشوف محتوى قوي فبتفترض إن صاحبه شخص قوي. لما تلاقي تحليل دقيق فبتفترض إن الشخص ده خبير حقيقي. الغموض بيضخم التأثير ده لأن مفيش حاجة تكسر الهالة. يعني مفيش صورة سيلفي تافهة أو مفيش بوست شخصي عن مشاكله. مفيش لحظة ضعف ظاهرة. اللي موجود هو المحتوى القوي وبس، وده بيخلي الهالة كاملة. التأثير التاني التحرر من التحيزات. كلنا عندنا تحيزات، يعني لو شفت حد لابس بدلة هتفترض حاجة، لو شفت حد لابس جلابية هتفترض حاجة تانية. لو الاسم محمد دماغك هتروح لحتة، أما لو الاسم جورج فدماغك هتروح لحتة تانية خالص. كل ده اسمه تحيزات لاواعية. لكن لما الشخص يكون مجهول كل التحيزات دي بتختفي. مفيش شكل يتحكم عليه، مفيش اسم يصنفه، مفيش لهجة تحدده. والنتيجة إن الناس بتسمع الكلام بدون فلاتر. التأثير الثالث سلطة المعرفة المطلقة. الشخص المجهول بيبان كأنه موجود بس عشان يعرف. يعني مفيش حياة شخصية ظاهرة، مفيش مشاكل عائلية، مفيش هموم يومية. هو بس الصوت اللي عارف كل حاجة. وده بيخلق إحساس إن الشخص ده متفرغ كليا لفهم الموضوع. مش زيه زيك اللي عندنا مشاغل ومشاكل. ده كائن معرفي مش إنسان عادي. والتأثير الرابع الفضول كأداة ارتباط. كل متابع بيبقى عنده نظرية: أكيد ده فلان، شوف طريقة كلامه، لا ده أكيد علان، الراجل ده شكله فاهم من جوه. يمكن يكون مجموعة مش شخص واحد. الفضول بيخلق ارتباط مستمر.
فبيبقى كل بوست مش بس محتوى، لا ده بيبقى دليل جديد في حل اللغز، كل كلمة بتتحلل عشان نفهم مين الشخص ده، وده بيخلق ارتباط عاطفي أقوى بكتير من مجرد إعجاب بالمحتوى. الناس بتبقى جزء من رحلة البحث مش مجرد متابعين. في الحقيقة أنا دورت على نموذج حي طبق الأدوات دي كلها، ولقيت صفحة اسمها البعض بيه، أنا شخصيا متابعها من زمان، وأكيد أي حد متابع كورة في مصر وبالذات النادي الأهلي هيبقى عارف الصفحة دي كويس. محدش يعرف إمتى بالظبط الصفحة دي بدأت، ومحدش يعرف مين الشخص اللي وراها، بس اللي نعرفه الوصف اللي موجود على الصفحة، مكتوب كرباج أهلاوي هيلسوعك، كاتب رياضي ساخر لاذع، وفيه 276 ألف متابع، وأكيد زادوا شوية دلوقتي، وحساب انستجرام، ومفيش أي حاجة تانية، مفيش صورة حقيقية، مفيش اسم، مفيش تاريخ واضح. تعال بقى نطبق الأدوات اللي احنا قلناها من شوية. لما الصفحة بدأت تنتشر الناس بدأت تسأل مين ده؟ هل هو حد كبير جوه النادي وعشان كده مستخبي؟ أو يمكن لاعب قديم؟ طب هو عنده مصادر من جوه النادي وبيعرف أخبار قبل الصحفيين؟ كل واحد هنا بيرسم صورة في دماغه، وكل واحد شايف البحث بيه كنسخة مثالية. الأهلاوي اللي فاهم، الأهلاوي الجريء اللي مش خايف يقول الحقيقة. هنا ما بقاش مجرد صفحة، بقى مرآة جماعية لكل الأهلاوية. طيب الأداة التانية الحصانة من الحكم الاجتماعي. البحث بيه يقدر يقول اللي محدش غيره ممكن يقوله، يعني يقدر ينتقد اللاعبين بصراحة، ينتقد الإدارة اللي غلطت، ينتقد الأداء الضعيف. طيب لو كان شخص عادي معروف، هنا ممكن الناس تقول له أنت مين عشان تنتقد أو تقول رأي، لكن لأنه شخص مجهول فالنقد بيبقى موضوعي مش شخصي. خد بالك احنا بنتكلم هنا عن صفحة بتتكلم بشكل منضبط ومستمر، مش بنتكلم عن أكاونت فيك مجهول. الأداة الثالثة اقتصاد الانتباه المعكوس زي ما قلنا. في عالم مليان صفحات رياضية كلها بتظهر وكلها عايزة تتشهر، البحث بيه عمل العكس، إنه اختفى، وكل ما يختفي أكتر كل ما الناس هتدور عليه أكتر. لما الناس تسأل مين ده، فالسؤال ده لوحده كفيل إنه يخلق آلاف المحادثات. كل بوست ممكن يتم تحليله، لأن ببساطة الناس مش بس بتقرأ، الناس بتقرأ وممكن تكون بتحقق كمان، والتحقيق بيخلق ارتباط، لأن الفضول أقوى من الإعجاب. من أشهر الحاجات اللي البحث بيه بيعملها هي بوست قهوتك وتعالى. بوست بسيط بيشرح فيه أخبار النادي الأهلي والصفقات الجديدة والتحليلات. هو مش دايم لكن بيبقى كل فترة، والبوست ده بيبقى زي جلسة قهوة حقيقية، ولأنه بيبقى بلغة بسيطة أشبه بقعدة قهوة حقيقية فعلا، فده بيخلق مسافة من القرب بينه وبين المتابعين. والسؤال الحقيقي بقى اللي لازم نسأله، ليه شخص يختار إنه يبني نجاح ويفضل مختفي وراه ما يظهرش؟ علماء النفس عندهم 3 نظريات. النظرية الأولى الحماية من الهشاشة. لما تبين وشك هتكشف نقط ضعفك، الناس هتعرف انت مين وتحكم عليك، تعرف اسمك وتدور على الماضيك، تعرف حياتك وتهاجم نقطك الضعيفة. الغموض بيبقى درع نفسي ضد الهجوم على الذات الحقيقية. يعني دلوقتي لو هاجموا البحث بيه فهم بيهاجموا الفكرة مش الشخص، والفكرة ما بتتجرحش. النظرية التانية الرغبة في السيطرة. لما تكون مجهول فانت بتتحكم في السردية بتاعتك 100%. مفيش ماضي يفسرك، مفيش سياق يحددك، ومفيش أحكام مسبقة تأيدك. انت بتكتب القصة من أول وجديد كل يوم، السيطرة الكاملة على الصورة. النظرية الثالثة الهروب من القيود الاجتماعية. البحث بيه في حياته الحقيقية ممكن يكون شخص محترم موظف في مكان مرموق، ممكن يكون دكتور، مهندس، محامي، وفي حياته دي ما ينفعش يقول كل اللي هو عايز يقوله، لكن في الصفحة فهي بتدي الحرية اللي مش موجودة في الواقع، حرية التعبير المطلق بدون عواقب اجتماعية. بس خد بالك إن كل سلطة ليها تمن، والتمن هنا تعال نشوف. البحث بيه بيعيش حياتين منفصلتين تماما. في حياته الحقيقية شخص عادي محدش يعرف إنجازاته، في حياته الافتراضية مشهور لكن محدش يعرف هو مين. يعني تخيل إن في 276 ألف متابع ليك بيحبوك لكن محدش يعرف أنت مين. ده نجاح ضخم لكن أنت مش قادر تحتفل بيه علنا، إنجاز كبير لكن أصحابك وعيلتك ممكن يكونوا مش عارفين عنه أي حاجة. أنت بتتحول من شخص الفكرة، والفكرة ملهاش مشاعر خاصة بيها. كمان السجن الذهبي، كل ما الصفحة بتكبر كل ما بيبقى أصعب تكشف نفسك. الخوف من فكرة إنهم لو عرفوا أنا مين ممكن يفقدوا الثقة فيا، الخوف من السقوط، إنك لو ظهرت فالهالة هتنكسر. يعني النجاح بقى قفص، والقفص من ذهب لكن برضه هو قفص. كمان الجوع للتقدير الشخصي. نفسيا الإنسان، أي إنسان محتاج إنه يتشاف ويتقدر ويبقى معترف بيه. النجاح المجهول زي الأكل الحلو بس ما بتدوقهوش، زي الجايزة اللي بتاخدها لكن محدش يعرف إنك أنت اللي كسبتها. فبيبقى في صراع داخلي دائم، الحفاظ على السلطة بالغموض ولا الحصول على الاعتراف بالكشف. كمان الوحدة المزدوجة، وحيد في حياته الحقيقية لأن محدش يعرف إنجازه، ووحيد في حياته الافتراضية لأن كل العلاقات مبنية على قناع. حتى المتابعين اللي بيحبوه بيعلقوا له، مش بيحبوه هو بشخصه، بيحبوا صورته اللي يعرفوها عنه. وأصعب حاجة كمان إن الناس تهاجمه طول الوقت.
ممكن الناس تشوفه حاقد على النادي، أو بيتقاضى من جهات معينة، أو عايز يعمل فجوة بين الجماهير والإدارة، أو إنه شخص مش فاهم وبيتدارى ورا الكيبورد. كل دي اتهامات ممكن توجه ليه، ومش قادر يدافع عن نفسه لأن الدفاع الحقيقي معناه الكشف، فبيفضل ساكت ومكمل لأن التمن جزء من الصفقة. إذا السؤال الفلسفي الحقيقي: هل الشخص المجهول فعلا حر ولا هو أسير لقناعه؟ وهل السلطة اللي اكتسبها تستاهل التمن اللي بيدفعه؟ الإجابة مش واضحة، لأن كل واحد فينا بيدفع تمن مختلف مقابل حاجات مختلفة. في حالة البحث بيه هنلاقي إنه اختار السلطة على حساب الهوية والتأثير على حساب الاعتراف، واختار الحرية في التعبير على حساب الحرية في الوجود. وده قرار واعي ومتعمد وصعب. لكن السؤال اللي يخصك انت: في عالم كله بيجري ورا الظهور، ورا الشهرة، وورا اللايكات، هل ممكن الاختفاء يكون أقوى بالنسبة لك؟ وهل ممكن القناع يديك سلطة أكبر من وشك الحقيقي؟ الإجابة مش في الظهور ولا الاختفاء، الإجابة في السؤال الأهم: أنت عايز تكون مشهور ولا عايز تكون مؤثر؟ عايز الناس تعرفك ولا عايز الناس تسمعك؟ في النهاية ما تنساش إن فهمك لنفسك هو أول خطوة للتغيير، والوعي هو مفتاحك لكل خطوة جديدة. ولو عجبتك الحلقة، لايك، شير، سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. وأشوفك في رحلة جديدة جوه عقلك.